دلوقتي شيكابالا طلع مع ابراهيم فايق وخلاص واعتزل الكوره وبيعيط وشايفين دموعه وشايفين كل حاجه. ففي واحد اهلاوي، يعني واحد اهلاوي داخل يشتم في الكومنتات. طب انت بتشتمه ليه يا اسطى؟ طب ما احنا كلنا اهلاويه طبعا وبنحب النادي الاهلي، انت داخل تشتمه ليه طيب؟ طب ما هو الكلام ده لما كان بيلعب وكنا بنزعل برضه من الناس اللي بتشتم وهو بيلعب برضه. فهو دلوقتي خلاص بقى اعتزل خلاص، احنا كنا بننتقده او بنتكلم عليه وهننتقده لو طلع يتكلم برضه عن النادي الاهلي او عمل حاجه في النادي الاهلي او عمل اي حاجه تسيء للنادي الاهلي، طبعا كلنا هنطلع نتكلم. بس الراجل دلوقتي بيعتزل وبيعيط وفي حاله يعني ما ينفعش حد يتكلم عليها، انت طلعت تتكلم وتشتمه ليه يا اسطى؟ يعني بالتالي انت ما عملتش كده لما كان بيشاور على الجزمه لجمهور النادي الاهلي يعني، او لما كان بيعمل اي حاجه تغيظ جماهير النادي الاهلي. ف يعني اللي داخلين عشان في ناس كتير من زملكاويه طالعين، ما هو العدد قليل على فكره برضو، بس انا بجيبهم عشان الفيديوهات. اول فيديو تشوفه على طول واحد طالع يتكلم وعمال يشتم في جمهور الاهلي وعمال يشتم ده اسطوره غصب عنكم، ده مش عارف ايه، كله كلام بقى. خلاص الراجل اعتزل، ولا انت هتفيدنا بحاجه ولا هو هيفيدنا بحاجه، وكل واحد يخليه في حاله. يعني انت خليك خلاص، هو اعتزل خليك في ناديك، ولا اسطوره ولا بتنجان. وانت كاهلاوي هو اعتزل برضو خليك في ناديك، ولا اسطوره ولا تشتمه ولا اي حاجه. يعني هو كده كده اسطوره بالنسبه لهم يعني. انت مالك يعني؟ انت كاهلاوي، هو الزمالك بيقول لك ده اسطوره بتاع النادي الزمالك، انت كاهلاوي مالك يعني؟ طب ما انت هتقول لهم، طب ما انت ما عملتش حاجه لمنتخب مصر، طب ما انت هتيجي تقول لهم ابو تريكه، قال لي ابو تريكه عمل، هتيجي تقول لهم مثلا علي معلول اسطوره في النادي الاهلي، هو كزملكاوي هو ماله برضه؟ يقول لك ده اسطوره بتاع ايه طيب؟ وعمل ايه النادي الزمالك؟ ولا عمل حاجه ما تخصوش ولا حاجه تخصنا؟ يعني هو اسطوره ليهم ولا علي معلول اسطوره لينا؟ فخلاص الموضوع منتهي بتاع الاسطوره ده، ولا حد يشتمه ولا حد يهينه ولا حد يطلع يتريق عليه ولا عنصريه ولا اي كلام. وعشان ناس كتير عماله تطلع تتكلم في الموضوع ده، ولسه ده الفيديو نازل من ساعتين، فخلاص الناس عماله تطلع تتكلم وخلاص ان كله عمال يشتم شيكابالا. خلاص الراجل اعتزل، مش هنتكلم عليه خالص غير لما يطلع برده في البرامج ويطلع يتكلم زي ما الناس كتير معتزلين وطالعين. رضا عبد العال جاي لهم دلوقتي، وخالد الغندور واسلام صادق ومش عارف مين وجمال عبد الحميد، كل ده هنتكلم عليه. ما هو دول اللي اعتزلوا من زمان بس بيتكلموا عن النادي الاهلي بطريقه يعني ينفع يعني. خلاص بقوا يقارنوا الهلال بالنادي الاهلي، بقوا يقارنوا الهلال بالنادي الاهلي. وقصه بقى محمد شريف، طب ما هي معروفه بقى، نرجع بقى خلاص، احنا خلاص ما حدش بيتريق على شيكابالا وخلاص، وكلنا زعلانين ان شيكابالا. طب وفي ناس بتطلع تقول لك احنا زعلانين ان شيكابالا اعتذر عشان مش هنعرف نحفل على الزملكاويه. طب ايه العلاقه؟ طب ما كده كده بنحفل عليهم سواء شيكابالا موجود شيكابالا مش موجود، فخلاص ايه القصه طيب؟ فنركن خلاص مع موضوع شيكابالا، خلاص نخلينا في محمد شريف. محمد شريف مضى في النادي الاهلي خلاص، فده يخليك مش مع قصه مع محمد شريف جاي ولا مش جاي، انت مع قصه تخلي الموضوع تقف كده وتفكر. طب وسام ابو علي، طب ما احنا اشمعنى دلوقتي محمد شريف جاي ومن يومين قصه وسام ابو علي انه جاي له عقد؟ طب ايه العلاقه؟ ما انت تفكر برضو عشان الناس ما تقعدش تتكلم وخلاص. ما انت تفكر ان هم كده ان النادي الاهلي مش عايز وسام، او وسام عايز يمشي. النادي الاهلي نزل قبل كده ان كان في عروض جايه ووسام عايز يمشي، فهو عايزين يجيبوها في اللاعب ولا يجيبوها في النادي. فانت تبص في الموضوع، النادي مش محتاج فلوس، طب انت محتاج فلوس وسام عشان تعرف تجيب محمد شريف. طب انت بعت وسام، يبقى تجيب حد زي وسام ولا تجيب محمد شريف؟ ما هو برضه ما هي محتاجه تقف وتفكر. ما هو لحد دلوقتي وسام ما مشيش، بس في كلام قبل ما محمد شريف يجي. محمد شريف جه، ما انت ما جبتش حد مكان وسام، جبت محمد شريف. ما هو تبص الموضوع تلاقيه متلخبط. فانت ليه اشمعنى نزلت وكده عايزين يجيبوها في اللاعب؟ طب واللاعب هو عايز يجيبها في النادي، والنادي قال لك، اللاعب قال لك عايز انا مكمل مع النادي، ولو مش هكمل هبقى احترف. هو انت مش محترف ولا ايه؟ يعني النادي الاهلي ده بالنسبه لك مش احتراف؟ لا يحترف، وهنا قالت لك يحترف في اوروبا. طب ولو جالك عرض في اوروبا النادي الاهلي هيسيبك وهو محتاجك ولا مش هيسيبك؟ والناس بدات تقارن. يعني تسمع بقى، ما هو احنا قلنا كل اهلاوي يخليه في حاله وكل زملكاوي يخليه في حاله. يسمع كلام الزملكاويه جايين يقول لك زي موضوع زيزو لما جاله العرض احنا غلطنا ان احنا ما بعناهوش، فجالك خلاص عرض لوسام، ما تعملش زي اللي عملوا الزملكاويه ان هم ما باعوش زيزو. فانت بتتكلم في ايه اصلا؟ انت زيزو كان فاضل لك 6 شهور كنت بيعه، كنت انت اللي هتستفاد وانت عارف ان هو كان هيمشي. ده معانا 3 سنين يا حبيبي، فانت ما تقارنليش وسام بقصه زيزو. انت ما عرفتش تستفاد من زيزو، فما تتكلمش على نادي غيرك بيفكر عنك. فاركن انت خليك في حالك. مش بتكلم على كل الزملكاويه، بتكلم على الزملكاوي اللي بيتكلم على النادي الاهلي، زي ما اتكلم على الزملكاويه اللي بيتكلموا على النادي الاهلي وبيجيبوا سيره الهلال. فانت خلاص قصه محمد شريف دي فهتلاقي قصه مش مفهومه في قصه وسام ابو علي. فاحنا ما نمشيش ورا الهوجه اهي ونفرح محمد شريف جاي ودعمنا الهجوم، وتبص تاني يوم نلاقي وسام ماشي، يبقى احنا ما عملناش حاجه، احنا بوظنا الدنيا اكتر. خلاص محمد شريف. نخش على قصه بقى المذيعين والمحللين. يعني خالد الغندور زملكاوي،
جايب جاي كده بقى المقدمه بتاعته، الناقد الرياضي والاعلامي ومش عارف ايه، اسلام صبري الزملكاوي. يعني انت مذيع زملكاوي جايب واحد زملكاوي وجاي يتكلم عن النادي الاهلي. خلاص، ما النادي الاهلي خرج من البطوله خلاص، ما نعرف بقى نشد بلاستر ولا تحفيل ولا بتنجان ولا اي حاجه، خلاص النادي الاهلي خرج. لا ده احنا نجيب الهلال، اقعد يتكلم للهلال الصبح، طبل انت بقى للسعوديه لتركي آل الشيخ، طبل انت من هنا للسنه الجايه، يمكن يجيبك القناع عنده ولا حاجه. فالتطبيل بقى جه بقى من اول هنا، الهلال وصل ربع النهائي، الهلال قول بقى زي ما انت عايز، وشجع السعوديه زي ما انت عايز، واعمل كل زي ما انت عايزه. فانت ترجع تقول لك مش قصه صرف وفلوس، ده السيتي مليار والتانيين مش عارف مليون، والفرق مش عارف 8 اضعاف. ليه الاهلي ما عملش كده؟ دخلنا في قصه بقى المقارنه بقى، ليه الاهلي ما عملش كده؟ تيجي تقول له يا ابني ده احنا كسبناهم 4، يقول لك ماليش فيه. كسبنا الاتحاد 3، يقول لك مفيش فيه. كسبنا العين 3، يقول لك برده ماليش فيه. يا ابني كانت هي الفرقه، يقول لك لا ما كانتش هي، ما كانوش لسه صرفوا ودفعوا الفلوس دي كلها. الاتحاد كان فيه بنزيما ومش عارف ايه، وكانت لا ماليش فيه، ما كانش لسه دفع الفلوس. ترجع برده نفس العاليه، ان هو عايز يبين لك. طب ما تتكلم على ناديك انه ما راحش البطوله خالص. يعني انت زعلان هو بينوا بقى خلاص، المشاعر طلعت ان هم زعلانين على النادي الاهلي ان هو خرج، ومش زعلانين على وفرحانين بنادي الهلال ان هو خلاص وصل للربع النهائي وهيلعب النهارده، هم نشوف هيعمل ايه. فرحانين للنادي الهلال. طب انت ما شاركتش خالص في البطوله، يعني انت زعلان عشان الاهلي خرج، طب ما تزعل ان انت اصلا ما شاركتش. لا ما يهمش القصه دي، ان انا ضايق جمهور الاهلي. طب انت يا ابني مالكش فيها اصلا، يعني مالكش اطلع بقى اتكلم خلاص على موضوع الزمالك. واحد زملكاوي جايب واحد زملكاوي اتكلم على موضوع الزمالك من اوله لاخره. خلاص ما تجيبش النادي الاهلي طرف في الموضوع، فعادي نخلص من القصه دي عادي. نخش بقى، يعني اصل هم في حاجه تانية، اصل هم في الحلقه دي بداوا يتعاطفوا بقى، يقول لك ما هو برضه النادي الاهلي عمل وعمل وعمل وبداوا يجروا نعم. اصل الحلقتين اللي فاتوا اول ما الاهلي خرج، هو خالد الغندور قال لك الاهلي طلع متزايل المجموعه، الاهلي طلع اخر المجموعه، اسلام صادق قال لك طلع بنقطتين، ولو مش عارف، وقال له مش عارف لو الزمالك كان موجود كنا مش عارف هنعمل ايه. والشيكابالا النهارده يقول لك احنا عايزين فرقه مصريه اللي هي تعمل زي، وخلاص كلنا قلبنا سعوديين فجاه. طب ما حدش طلع يتكلم يقول لك طب احنا نعمل زيهم بقى. محدش طلع يتكلم. طب المنتخب السعودي فين؟ ما انت ما تيجي تبص لها برضه، لما الفرق كلها تبقى خلاص كلها شاريينها وكلها اجانب وكلها محترفين، هتيجي تبص للمنتخب السعودي. يعني هم الدوري بتاعهم 17 18 فرقه، كل فريق يعني واحد سعودي او اتنين. يعني لما يجي بقى المدرب بقى بتاع السعوديه يجي يجمع الفريق ويعمل القائمه، هياخد اللي موجودين بس، وكل فرقه فيها واحد ولا اتنين، يروح جاي جايبهم على بعض، ادي القائمه بتاعت المنتخب. الباقي كله فين يا اسطى؟ يقول لك محترفين واحنا بنعلم مش عارف ايه، وعايزيننا نعمل زيهم ونبص ما كده كده احنا ما عندناش منتخب الحمد لله نعمل زيهم. وتيجي تبص بقى للقائمه بتاعتنا ما تلاقيش منتخب عندنا. طب هنعمل زيهم في ايه؟ هم كده كده بيصرفوا فلوس وبيجيبوا لعيبه من بره، واللعيبه اللي بتيجي واحنا عارفين وانت عارف وكلنا عارفين كسر، كلهم كسر، او الانديه بتاعتهم ثابته. فايه القصه برضو؟ السيتي هتقعد تقول لك ما السيتي ما اخر موسم ما كان زي الزفت السيتي. لا هتقول لي انت متضايق ان لا مبسوط؟ اصل ولا هتضايق ولا افرح، ما كده كده بشجع النادي الاهلي. يعني الهلال وصل للنهائي وخد النهائي وخد البطوله، انا هزعل ولا في القاره بتاعتنا الهلال، ولا بينافسنا في حاجه الهلال، ولا في البلد بتاعتنا الهلال، ولا يعني مش هقلب سعودي مثلا عشان ابقى فرحان بالهلال يعني ايه القصه؟ يعني انت زملكاوي، مش الزمالك اللي موجود، الهلال اللي موجود، خلاص بقيت سعودي وبقيت عمال تطبله للسعوديه. انا مش فاهم برضه اقول لك زي منتخب المغرب وهو اللي عملنا، وان احنا كنا دي حاله وخلاص وخلصت وانتهت. احنا نتمنى ان احنا اللي نبقى موجودين في كاس العالم ونوصل لربع النهائي ومش عارف ايه. احنا كاهلاويين نتمنى نبقى كده، انت كزملكاوي تتمنى ما تبقاش كده، مش تبقى فرحان ان في فرقه غير فرقتك هي اللي تبقى كده وتتباهى بيها. زي موضوع بيراميدز، يعني نفس الموضوع. ترجع بيراميدز لما خد بطوله افريقيا، انت مش موجود في افريقيا فانت فرحان ان بيراميدز خد افريقيا. لو الاهلي يعني ايه اللي بالايه، خلاص سيبك بقى من القصه دي، ايه اللي بالايه؟ الاهلي دلوقتي في ربع النهائي، انت هتبقى مبسوط يا زملكاوي؟ زي ما انت مبسوط للهلال والله ما هتبقى مبسوط، ولا اي حد زملكاوي هيبقى قال انا مبسوط هيبقى كداب. وكل اللي هيتقال ان المجموعه بتاعتنا كانت، يعني احنا خلاص عدينا من المجموعه بتاعتنا كانت سهله. هنخش نقابل مش عارف السيتي، يقول لك السيتي كان واقع وكان زي الزفت ومن اخر الموسم مش عارف وصلنا مش عارف لعبنا في الرومانسي. كل الكلام هيتقال ان احنا كنا وحشين وان كل حاجه مساعدانا، وبرضه هيتقال علينا كلام. بقول لك احنا لو خدنا البطوله دي برضه هيتقال علينا كلام. اي فرقه تانية معديه خدت البطوله هتبقى هي خلاص، اي فرقه عربيه معديه خلاص هي العالميه وهي وخلاص. خليك في فرقتك.